النهارده هجرب لكم عرض الكبير قوي من ارت اتاك. والله عامل العرض اسمه كده الكبير قوي. طيب بصوا يا جماعه، العرض ده عباره عن ايه؟ 4 بروست، 4 ستريبس، 2 رز، 2 بطاطس صغير، لتر بيبسي، 4 عيش مطاعم. طب يا جماعه الاول ما تنسوش تعملوا لايك، اشترك في القناه، حته فيديو جيمنج عسل في الديسكريبشن يا جدعان. طيب تعالوا كده نشوف حاجه بس. ايه ده؟ بتوع الهارت اتاكر بيحطوا الاكل في شنط عليها اللوجو بتاعهم. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ حاطين شنط عاديه ويلكم واهلا وسهلا ومش عارف ايه. اوكي ما علينا يا شباب. انا مش شايفكم يا شباب، الشنط مغطيه على وشي. انت تقريبا انتوا اللي مش شايفيني، مش انا اللي مش شايفكم. طيب اول حاجه دي علبه شيدر انا جايبها اضافيه، يعني دي ب 25 جنيه. دي اللي هي علبه الجبنه شيدر الصغيره. الكبيره تقريبا ب 60 او حاجه زي كده، والله مش فاكر يا جماعه يعني بالظبط. المهم يعني احنا مالنا بقى طالما انا جايب الصغيره. اقول لكم سعر الصغيره، انا مالي بالكبيره دلوقتي. الله، بعد الصغيره دي عيبها بصراحه. ما بتعرفش تدخل فيها البروستايه، بتبقى صغيره قوي. هو اصلا حلاوه الشيدر عشان انت تغطس فيها البروستايه بتبقى ممتعه جدا، ولكن انا للاسف جايب علبه صغيره عشان اوفر حاجه غلط قوي يا شباب. طبعا الشيدر دافي. وطبعا هنقول يا جماعه في الوجبه ديت في 2 رز. ادي واحد اهو، ده الرز الاولاني اهوت. ايه ده؟ في حاجه غريبه يعني، انا اول مره اشوف كده في غطا غاطس يعني. طب الغطا مش بتاع العلبه، طب حاطينه ليه يعني؟ الغطا كده غاطس جوه. عمرك شفت بالذمه في منظر كده يا جماعه؟ يعني ليه ده ايه؟ طب ده كويس بقى ان كانوا مكيسينها. ده لو مش مكيسينها كان كل ده اتدلق في الشنطه يعني بصراحه. طيب عامه يا جماعه، ده اللي هو الرز المبهر، رز مبهر زي ما انتم شايفين يا جماعه. علبه الرز الثانيه اهو، يبقى كده علبه الرز مظبوط. العلبه الواحده فيها يعتبر رز كتير، فبدل ما افتح الاثنين واخلي دي بالكيس عشان لو ما احتاجش استخدمها ممكن اعينها يوم تاني او كده. في بقى هنا يا جماعه علبتين سوت كده. اوف، الصندوق الاسود ده. الصندوق الاسود بص يا جماعه شكله. انا بحب قوي العلب دي، شكلها جامد قوي. بص بص العلب مش ماسكه نفسها يا جماعه، انا خايف الاكل يقع. بص مكتوب هنا هارد اتاك، وهنا مكتوب بالورا كاتبين الخط الساخن بتاعهم. حلوه العلب السوداء دي بصراحه جميله يعني. انا عايز اشوف طبعا يا جماعه. انا طلبت البروست والستريبس كله يبقى اوريجينال مش سبايسي، تمام. في هنا بصوا يا جماعه، في هنا ادي 1 2 3 4 فعلا يا جماعه. بس في حاجه، دول 4 بروست فعلا، بس في حاجه بصراحه مش عجباني. البطاطس حاطينها جوه مع البروست كده مرميه كده وسط البروست. طب ليه ما تحطها في علبه صغيره كده لوحدها؟ هي اصلا في الصوره محطوطه في علبه لوحدها، ليه تبقى البطاطس مرميه وسط الشيكن؟ بصراحه مش شايفها حاجه مش ظريفه يعني. بصوا والله اوريها لكم اهيت. يا لهوي يا جدعان. شايفين يا جماعه البطاطس متنطوره وسط البروست بطريقه مستفزه جدا يعني. وبعدين حتى العلبه نفسها دي يا جماعه بايشه خالص. ايه ده العلبه دي؟ يا لهوي ده في حاجات بتقع من تحت. يا لهوي العلبه دي، يا لهوي ايه ده يا لهوي ده مش متقفله حتى من تحت كويس. ايه ده يا جدعان؟ ده الحاجه كانت هتقع منها. على فكره دي وحشه قوي الحركه دي. ممكن واحد يجي ياكل كده، يجي مش مد اخوانا بقى، يقوم الاكل كله يقع في الارض. العلب مش حلوه وبتبوش خالص يا جماعه. هنا في 1 2 3 4 ستريبس مظبوط، وبرضك البطاطس مرميه وسط الستريبس برضو زي ما انتوا شايفين كده. في طبعا دوت اللتر بيبسي اهوت، تمام. و 4 عيش مطاعم. ده عاجبني قوي بقى يا جماعه. انا بحب اصلا نوعيه العيش ده، ولما بلاقيه في سوبر ماركت بشتريه. عيش المطاعم ده يا جماعه اللي هو النوعيه ديت، يعني كنت بشوف في السوبر ماركت بيبقى ب4 جنيه الواحد، الرغيف الواحد ب4 جنيه، بيبقى جميل قوي. بس انا اللي كنت بشتريه في السوبر ماركت كان مختلف، ما كانش بيبقى متقسم كده من فوق. بصوا ده متقسم ازاي من فوق. لا اللي كنت بشتريه وبيبقى من تحت عامل زي ريتش بيك يعني. بس اللي كنت بشتريه في السوبر ماركت كان بيبقى يا اما مصمت من فوق، يا اما مره كان عامل زي، عارفين عيش المطاعم اللي هو بيبقى متقسم حتت مبقبقه كده وزي ما يكون عليها سمسم. الاتنين كانوا بيبقوا حلوين جدا. فكره ان هم يحطوا عيش كبير من ده حلو قوي يعني. الاربعه دول يجوا لهم ب 16 جنيه كده. وفي كمان جوه بقى طبعا ايه 1 2 3
4 5 5 اكياس اللي هي فيها المعالق والمناديل والحاجات ديت. وفي معانا 4 اكياس كاتشب اللي هو من نوع الهارت اتاك اللي هو بصوا. العرض ده سعره 265 جنيه. التوصيل بقى ده اللي صدمني خالص يا جماعة، التوصيل ب25 جنيه. طبعا بس الأول عايز أقول حاجة، هو الأكل جاي دافي مش سخن. بس أنا بقى المرة دي ما سخنتوش. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما جربت عرض السناجل في عيد الحب، سخنت الأكل فخواصه باظت، القرمشة باظت وطعمه اتغير، فقلت لا عشان التجربة تبقى مظبوطة ومية مية هسيبه زي ما هو كده. هو دافي مش سخن، بس يعني ايه، خليه زي ما هو كده احسن، بلاش تسخين خالص، لان مش عارف التسخين بيبوظ بس انا كمان المرة اللي فاتت ايه، سخنت نص ساعة. نص ساعة دي كأنك بتسوي الأكل مش بتسخنه، فاتهرهت خالص وباظ خالص. طب يا جماعة دي أول قطعة بروست معانا. الصراحة شكلها صايع قوي. أنا حاسس إن هي وايت ميت. فعلا وايت ميت بانت اهي. وايت ميت فعلا. دي بقى مشكلة العلبة الصغيرة دي، بص ما تعرفش تغطس البروستاية فيها. بس صايعة جدا. الله، ده في بالرز بقى يا جدعان، البروست بالرز بقى ما يخش المفروض بقى الايه. الوايت ميت طعمه رهيب جدا. بحب قوي الشيدر بتاع هارت اتاك بجد، بيعملوه بطريقه حلوه قوي 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 ومميزه كده. الرز برضه للاسف دافي، وحاسس شويه انه معجن شويه سنه بسيطه كده، بس طعمه حلو يعني. انا ممكن احط حته في رغيف عيش. بجد يا جماعه نوعيه العيش ده صايع قوي قوي قوي. بصوا، بيبقى ريتش بيك من ورا يعني ومن قدام، بس الشكل ده مش ثابت بقى، يعني لما تلاقيه في السوبر ماركت مش شرط تلاقي الشكل ده، ليه اشكال كتير. وبيبقى من جوه بصوا يا جماعه عامل ازاي. بس العيش ده احسن من عيش البرجر بتاع ريتش بيك، اللي هو اللي مكتوب عليه ريتش بيك. ليه بقى؟ عيش الريتش بيك بيبقى من النص ملزوق، يعني اللي هو تيجي تفتح كده تلاقيه ملزوق، لازم تشيل اللزقه دي بسكينه او كده. ما بعرفش اصلا بيبقوا لازقينه ليه، ايه الهدف مش عارف. هو حلاوه العيش ده ان هو يبقى كده. فعشان كده عايز اقول لكم ان العيش ده بحبه اكتر من العيش الريتش بيك اللي شبهه. بس طبعا يعني ده لما بلاقيه في السوبر ماركت صلاحيته بتبقى بتاع 3 4 ايام، انما الريتش بيك بيبقى بال10 ايام. عايز احط كده القرمشه حلوه والتتبيله حلوه. انا بقى كده فارش التشيكن اهوت، بس الرغيف يعتبر كبير عليها. بقى علينا عايز احط بقى شويه ايه، شيدر. الشيدر بقى جوه السندوتش يعمل شغل عالي 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 يا جماعه. شوفوا الصياعه. اوف، ما اقولكوش بقى. واو.
جميلة جدا، بس الرغيف يعتبر فاضي. المفروض انا ما حطيتش بطاطس. البطاطس حلوة مليانة. طيب دي قطعة تانية بروست، عندي احساس ان هي شكلها برضو وايت ميت. وايت ميت برضو. لا ايه ده يا جماعة؟ دي دارك ميت. انا بقول برضو كان شكلها، لا مش وايت ميت. لا لا مش وايت ميت يا جماعة، دارك، حتى لونها غامق شوية. لا لا دي دارك ميت مش وايت ميت، لا. دي حتة من الفخدة مثلا او حاجة. عامة مش مشكلة، ممكن ناخد منها لا دارك دارك خالص اهي، بصوا حتى من جوه. لا دارك خالص. ما هي الدارك ما بتبقاش غامقة قوي يعني، هي بتبقى برضك ايه، هي بتبقى ابيض بس مغمق شوية، فعشان كده انا ما خدتش بالي في الاول يعني. كده انا كملت السندوتش. نحط بقى حته شيدر كمان. يا سلام. يا سلام بقى لما نضرب معاها البيبسي يا جدعان. انا عايز امزجك. انا هدفي في الفيديو يا جماعه مش ان انا بجرب لكم الوجبه من المطعم وخلاص، لا انا هنا هدفي ان انا امزجك وامتعك في الفيديو. الله. العيش ده رهيب رهيب. بس الرز طعمه حلو قوي والبهارات بتاعته ممتازه. البطاطس دي ملقاش اهل يسالوا عليها، مرميه رميه كده يعني. احنا كده كان في قطعه صدر وقطعه فخده. القطعه التالتة بقى ودي صغيره شويه، مش صغيره شويه، دي صغيره كتير مقارنه بالتانيين، نصها تقريبا، نص اللي فاتوا. آه. القطعه دي يا شباب ملتقى الوايت ميت والدارك ميت مع بعض، حتى كده في النص ما بين الوايت ميت والدارك ميت، من الناحيه دي وايت ميت، من الناحيه التانيه دارك ميت. ممكن تكون حتة مثلا الفاصل ما بين الصدر والفخذ. صدر وفخذ ازاي؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف ازاي. مش عارف اللي انا بقوله ده اساسا. صدر وفخذ ايه؟
يعني اخر حته بقى بروست، ودي دبوسه، دي واضح قوي دي دبوسه. دبوسه فعلا، والدبوسه طبعا بتبقى معروف ان هي دارك ميت. بس انا شايف ان كده البروست يعني مفيش عدل قوي، يعني حاطين قطعه واحده وايت ميت وقطعتين دارك وقطعه نصها دارك ونصها وايت. لا يعني المفروض عشان يبقى في توازن يبقوا قطعتين كاملين وايت ميت وقطعتين دارك ميت. في حاجة غريبة في القرمشة شوية، القرمشة جامدة شوية. يعني بص اقول لكم على حاجة، كنت ساعات بجيب فرايد تشيكن من هارت اتاك قبل كده، كنت الاقي الطبقة اللي بره مقرمشة وكل حاجة، ولكن وانت بتاكلها طرية، مش طرية يعني ايه، بتاكل بسهولة. دي يعني جامدة، مش القرمشة اللي هي الممتعة، لا جامدة، ما تعرفش ليه، فيها حاجة غلط. هو مش كلهم كده، كان في الأول كام حتة كده يعني قرمشتهم معقولة، بس الباقيين قرمشتهم تقلق جامدة أوي. عارف كأنك مثلا إيه، قليت حاجة في الزيت وسبتها تبات كده فتلاقيها حجرت فاكرين فيديو الطعمية؟ زيها كده. في حاجة غلط في القرمشة فعلا. الدارك بي بتاع الدبوسة لاعب قوي، ما بحبوش بقى لما يبقى لاعب قوي بالطريقة ديت، لاعب خالص. لا بجد الدبوسة وحشة، لا ما دخلتش دماغ الدبوسة خالص خالص. ايه ده؟ طيب تعالوا نشوف الستريبس. دي أول قطعة ستريبس معانا. طبعا الستريبس معروفة دي بتبقى وايت ميت. ايه ده؟ الباشا اللي بره غلط، والله ده ممكن لو واحد كلها غلط ممكن تكسر له سنانه. لا لا مش دي القربشة اللي انا متعود عليها بالهارت اتاك يا جماعة. هو وايت ميت طبعا اهو. دي بقى الستريبس اللي ممكن بقى تتحط ايه، تتغطس في الشيدر. لا لا ايه ده يا جماعة؟ دي مش قرمشة دي. لا لا وحشة، طعما حلوة بس الطبقة اللي بره ايه ده؟ أنا عمال باكل بحذر شديد، جامدة قوي، زي ما يكون سابوها في الزيت زيادة عن اللزوم، فالطبقة اللي بره نشفت قوي. القرمشة الصح مش المفروض تبقى كده. بصوا دي قطعة ستريبس تانية. القطعة دي زي ما تكون مش دجاج،
عارف انت هتستغربوا ازاي، فدي مش دجاجة. بصوا يا جماعة كده، ركزوا فيها شوية. مش تلاحظوا دلوقتي بقى في شركات اللي بتبيع اللي هو الستريبس، اللي الاكياس الستريبس، اللي هي الشركات اللي هي الحلواني وكوكي والحاجات ديت. مش تلاحظوا في شركات لما تيجي تفتح كيس الستريبس وتقليه في الزيت، تلاقي في بعض الستريبسات كده زي ما تكون مش فراخ اصلا، اللي هو تحس ان زي ما تكون مثلا معجون فراخ او كده. الفترة دي اللي بدأ الموضوع ده ينتشر. هنا بقى الصدمة ان انا الستريبس اللي باكلها الوقت ديت نفس الحكاية، طعمها مش فرخة طبيعية يعني، الحتة دي ولا كأنها ستريبس خالص. ابتديت اقلق من الموضوع ده يا جماعة، الموضوع بقى بيتكرر كتير. ده مش اول مطعم اجيب منه ستريبس واجي اكلها الاقيها مش ستريبس. فراخ ايه دي بالظبط، ولا ايه ده بالظبط؟ مش عارف. هل بدأت المطاعم تغش مثلا ويوفروا تكلفة على نفسهم ويعملوا ستريبس من معجون الفراخ؟ يعني بصوا دي قطعة تانية هي عايزة اجربها. ايه ده؟ يعني كانت معقولة شوية بس بتشد قوي، مش عارف حاجة غلط. دي اخر واحدة. دي مش فراخ. بصوا حتى بتبان ما بيبقاش فيها الياف. بصوا، لا. بالنسبة لسرعة التوصيل كانت كويسة، قالوا هيوصل بالتلات ارباع ساعة لساعة، ووصل في ساعة بس. 25 جنيه كتير كتير قوي. الستريبس كده يا جماعة خدوا بالكم، الأربعة منهم 2 وحشين. طيب أنا لو هقول رأيي في العرض ده، طبعا العرض يعتبر مش حلو، أو نقدر نقول عليه نص نص. مش دي القرمشه اللي انا متعود عليها من هارت اتاك. مش عارف ليه اغلب المطاعم في رمضان بتلبخ، تلاقي كده بتتلهوك في عمل الاكل. يا اما تلاقي اكل ني، يا اما تلاقي اكل محروق، يا اما تلاقي اكل ما تعرفش في انت ونصيبك. يا جماعه يعني ده كان التجربه بتاعتنا النهارده. والله يا جدعان انا زعلان قوي على 265 جنيه اللي دفعتهم دول، حرام والله. الوجبه ما تستاهلش بصراحه. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you